في حاجات في الدنيا ما تقدرش تحس بقيمتها إلا لما تجرب عكسها الأول. ما تقدرش تحس بقيمة السلام غير لما تعيش في حرب. كل حاجة نسبية. حرب يعني موت، يعني مفيش أمان، يعني الطلقة ممكن تجيلي من أي حتة. عمرك جربت الحرب دي تكون جواك؟ عمرك جربت تعيش ميت؟ الموت مش شرط يكون إن جسمي يموت. أنا ممكن أموت عشان ما وصلتش لهدفي، عشان متردد، رأيي بيتغير في أقل وقت ومن أقل حاجة، بخاف من رأي الناس فيا، ثقتي في نفسي قليلة أو مش موجودة، مش عارف أخد قرار، أفضل في مكاني ولا أمشي لقدام. طب لو فضلت إيه اللي هيحصل؟ ولو مشيت إيه اللي هيحصل؟ مش عارف حتى أرد. خايف ولو رديت هلاقي 100 تعليق، 100 ضحكة، 100 نظرة، وعارف إنها تعمل جوايا فجوة مش سهلة تتصلح، بس ممكن أخبيها أو أهرب منها. أنا ممكن أموت كذا مرة، في اليوم، في الدقيقة، في الثانية. أنا زيكوا عادي. أنا بخاف، بس أنا بخسر ناس وفرص ووقت وفلوس وصحة بسبب الخوف. عمري بيتسحب وأنا قاعد في مكان مش مكاني، بيضيع وأنا بدور على المكان ده، وفي الآخر مش بلاقيه. ساعات الخوف بيخليني شخص تاني، بيخليني أتصرف بعنف أو بقلة ذوق. بحاول أبقى مش خايف فببقى جبان أكتر، بخليكم تكرهوني. بس عارفين، انتوا اللي ممكن تساعدوني، تسندوني. كلامكم لوحده ممكن يخليني أسوأ أو أحسن. أنا نفسي أشوف بعيني مش بعينيكم. أنا نفسي أفكر في نفسي قبل ما أفكر انتوا هتقولوا إيه. أنا نفسي أقول اللي في دماغي. أنا نفسي أحب شكلي. أنا نفسي رأيي يبقى طالع مني أنا، مش من اللي قدامي. نفسي حد يحبني من غير ما أبقى أذكى ولا أحلى من كده. أنا مش بطلب منكم مجاملة، أنا بطلب بس إن كلامكم تفكروا فيه جواكم قبل ما تقولوهولي، علشان المسدس بيقتل لما بتضغط الزناد، لكن طول ما هو في الجراب ما بيقتلش. أنا insecure.